اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا احسن متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ معانا النهارده الليفت دوت بلدي، لسه طالع من الارض بتاعته طازه. ماشي، بنقطع الليفت كده زي ما انتم شايفين، بنطلع يعني بنشيل الورق ده منه. طبعا الورق دوت هيترمي. في ناس طبعا بتحشي الورق ده بتاعه دوت، بتحشيه. ايوه والله في ناس بتحشيه، انا مش جربت، بس صراحة في ناس بتحشيه واختي الكبيرة عامة بتحشيه، بس انا مش جربت ان انا احشيه صراحة. مش حاسة ان عيالي مش هيحبوه. بوريكم الورقة اللي ممكن ان هي ايه بيحشوها يعني. فطبعا بنقطعه بالطريقة الجميلة ديت. وعايزة تجيب اللفت اللي هو المدور مش الكبير، المدورة الحلوة اللي زي كده، ولا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، الوسط. ايوه الورقة دي هي الايه بتاعت اللفت اللي بيحشوه. فطبعا يا حبايبي تجيب اللي هي ولا كبيره قوي، كبيره قوي هتبقى شيخه، والصغيره برضو مش هتبقى كويسه. خليكي في الايه، في الوسط المدوره الحلوه دي. وتجيب اللفته اللي هي لونها من بره كده احمر بنفسجي. ما تجيبيش البيضه مش حلوه، يعني تجيبها اللي هي نفس اللون دوت. شايفين كده بعمل ايه دلوقتي؟ انا مش بقشر، انا بشيل بس الحته اللي فوق اللي بتبقى فيها ايه، شعر من فوق كده، يبقى فيها من فوق كده ايه، مش شعر من بتاعنا احنا، لا، هي بتبقى فيها شعر من بتاع اللفت اهو. شايفين؟ بشيلها واروح جايه يا دوبك بس اشيلها منها كده واروح خلاص كده كده شلت كل اللي انا عايزه اشيله منها. يعني هي الحته اللي فيها الشعر فوق بس. لكن الحته البنفسجي دي او الحته الحمراء دي انا ما بشيلهاش، بسيبها كل القشر فيها كده بالشكل الجميل دوت. بصي بتديكي ناتج جميل قوي قوي قوي، بتبقى طعمها جنين. جربي كده ما تقشرهوش وسيبيه بالقشر بتاعه الجميل دوت. طبعا بروح مقطعاه برضو العرق الاخضر اللي فيه اللي هو الاخراني ده، انا بسيبه بروح مخرطاه معاه، بيديني ايه برضو طعم حلو كده. وبحب ان انا ايه اخلله معاه. عايزه تشيليه شيليه، ارميه. اللي هو الاخضر دوت اختياري مش اجباري. بس صراحه انا كبرت واتعودت، لقيت ايه والدتي يعني واختي الكبيره بيعملوه بنفس الطريقه دي. والله انا ما غيرت فيه اي حاجه، انا ما غيرتش فيه اي حاجه. بنخرطه بالشكل الجميل دوت، وبعدين بنروح ماسكينه غسلينه. اهم حاجه تضمني ان انت غسلتيه غسله نظيفه. اذا غسل معايا كده وسبته ايه يتصفى معايا. دلوقتي شطه حمراء او فلفل احمر على حسب انت بتحبيه ايه، حامي بارد، انت دي في ايدك انت. انا دلوقتي حطيت شطه حمراء اهيت ورحت جايه حطها في البرطمان كلها كده بالشكل الجميل ده. ماشي. كان معايا البنجر ده من السنه اللي فاتت، كنت حاطاه في الفريزر. انا السنه دي هو موجود في السوق، بس صراحه انا نسيت اجيب، فرحت مطلعه من الفريزر اللي عندي البنجر، طلعته يهدى شويه ورحت مقشراه القشره بتاعته اللي فوق ديت، ورحت جايه مخرطاه. طبعا هو لو فريش مش هتقشريه، هتعمليه بقشره، لكن في الفريزر لقيت القشره من بره كده بايشه معايا، رحت مقشراه ورحت ايه مخرطاه وحطيته مع الفلفل الاحمر. خلاص. ومعايا دلوقتي بحط معاه 6 معالق كبار من الملح، دول على ال3 كيلو. 6 معالق كبار من الملح، او لو مش عندك مثلا كده ملح حطي ايه يعني كيسة ملح. وحطيت دلوقتي كوباية من الخل. خلاص. يبقى حطينا في الشفشق الخلاط، حطينا الفلفل الاحمر او الشطة الحمراء، وحطينا 6 معالق ملح، وحطيت كوبايه خل، وحطينا البنجرايه، وضربت البنجر مع الفلفل مع الخل مع كله مع بعضه كده. وحطيت تاني على اللفت بتاعي كمان معلقتين من الملح، ورحت جايه مقلباه ورحت نازله بالخليط اللي في الخلاط، واروح جايه مقلباه بالشكل الجميل بتاعكم دوت زي ما انتم شايفين كده اهو. قلبناه كده يا جماعه، يتقلب معايا. انا عاوزه اقول لكم ان انا ما حطيتش فيه اي سوائل، ما حطيتش فيه اي ميه. انا هسيبه بالشكل الجميل ده. حطيناه في العلبه كده وبنقفل عليه، واجي بعد 3 ساعات بالظبط هفتح عليه نشوف النتيجه بتاعته عامله ازاي. مش هقول لك هتاكلي منه بعد 3 ساعات، بس تعالي معايا ونشوف النتيجه بعد 3 ساعات هتبقى عامله ازاي. خلاص كده خلاص كده. انا مش هحط عليه اي حاجه، كل هحط معلقه سكر من على الوش، عشان معلقه السكر ديت اللي بتخليه مقرمش معايا من اول حبايه لاخر حبايه، ادانها محتفظه بالقرمشه بتاعتها بالشكل الجميل دوت. يبقى احنا حطينا معلقتين السكر على الوش،
خلاص كده كنا ظابطين ملح وكل حاجه. تعالوا بقى بعد 3 ساعات نشوف في ايه. بعد 3 ساعات اهو، والله في نفس اليوم، في نفس اليوم. شايفين نزل السوائل بتاعته كلها اهي. شوفوا نزل ميه قد ايه. الميه دي انا والله ما حطيت اي ميه، هي نزل الميه بتاعته بالشكل الجميل دوت اهو. شايفين؟ شايفين الجمال؟ ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ دوت في نفس اليوم، بوريكم ان دوت في نفس اليوم اهو. ممكن تاكلي منه كمان في نفس اليوم، يعني ممكن في نفس اليوم تاكلي منه، لكن انا استنيت عليه لتاني يوم. يعني انا بوريكم دلوقتي بس شكله، لكن بصراحه انا اكلت منه بس حسيت ان هو عايز يدنه لتاني يوم تاني، فرحت سايباه. تعالوا بقى نشوف بعد يوم تاني عملت ايه. شوفوا بقى، بسم الله ما شاء الله. طبعا عبيته بقى في البرطمانات. ايه رايكم؟ ايه رايكم فيه؟ شايفين الجمال؟ شايفين الميه بتاعته قد ايه حمراء؟ شايفين اللفت؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، من برا من ورا ومن قدام، حاجه كده جميله خالص. طعمه كان جنان 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 وحاجه كده، الله اكبر. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم. مش تنسوا اللايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد وجديد، ويا رب اكون بقدر اقدم لكم الجديد والمفيد. ومستنيه كومنت منكم تقولوا لي ايه رايكم في الليفت بتاعنا النهارده. ومش تنسوني